واحد من اكتر الاسئله اللي اتسالتها في حياتي ما هو دور اسطوانه الضغط في الطباعه الاوفسيت ده، لان انا قعدت 5 سنين بشيل في الطباعه. بس يعني المهم السؤال اللي بجد كنت دايما بتساله وعمري ما جاوبت عليه: مين اكتر حد بسمعه؟ او ايه هي التراكات اللي في البلاي ليست بتاعتك؟ البلاي ليست بتاعتي عموما هي من اكتر الحاجات الغامضه في تاريخي. يعني تقريبا الناس كلها عارفه باسورد التليفون بتاعي، بس محدش عارف انا بسمع ايه او ايه اكتر حاجه انا بسمعها. مع اني بقول عادي يعني، بس بقول مثلا ايه اكتر حاجات انا سمعتها، بس ما بقولش ايه التراكات الموجوده اصلا في البلاي ليست بتاعتي. وده انا لاحظت ان الناس مهتمه بيه لما انا بعيد بكرر في الفيديوهات ان الاراء او اللي انا بقوله في الفيديوهات عموما هي مبنيه بس على قوه التراكات دي، مش على رايي الشخصي. يعني معظم التراكات اللي بتكلم عنها بتكون مطلوبه او جايبه فيوز او قويه فنيا. هي تراكات قويه وبسبب قوتها كراب، كفنيات راب انا بتكلم عنها. لكن هل دي اكتر تراكات انا بحب اسمعها؟ مش شرط خالص. ده دايما بيتكرر في جوائز السنه، بقول ان التراكات دي هي فعلا الاقوى، لكن مش اكتر تراكات انا بحبها او مش اكتر تراكات انا سمعتها السنه دي. فالفيديو النهارده انا مش هقول لك ايه التراكات اللي في البلاي ليست بتاعتي برضه، وده لسبب بسيط، ان حاسس ان الفيديو زي ده لازم يكون ايقوني، يعني بسبب ان هو بجد مطلوب جدا. دايما الناس بتخش تسالني، مش عارف ليه حد مهتم اصلا، بس يعني بسبب ان الناس خلاص طلبت مني الحوار ده كتير، فانا بقيت مش حابب ان انا احرقه في فيديو. يعني بودكاست ده هيبقى بودكاست النهارده جاي ارغي الصراحه، بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات ووحشني المايك. ما عنديش وقت ان انا منتج لان احنا في اخر السنه وكفايه قوي فيديوهات جوائز السنه اللي انا داخل عليها اللي هي بتبقى مدعكه. فهكروت الفيديو ده من ناحيه المونتاج، بس هدي لك فيه نبذه عن انا بسمع ايه، عن طريق ان انا هقول لك ايه اكتر تراكات سمعتها السنه دي وايه اكتر تراكات سمعتها في السنين اللي فاتت، وهندردش شويه عن البلاي ليست بتاعتي. وممكن في نص الفيديو اقول يعني مش عارف الصراحه، مش محضر الفيديو ده عامه، بس عندي اعتراضات كتير على سبوتيفاي رابid دي ولا معرفش اسمها ايه عامه، لان انا لسه اول سنه ليا على سبوتيفاي واتصدمت من النتيجه السنه دي. فعامه الفيديو ده فيه رغي وهري كتير، فلو انت مش مهتم اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وتابعنا على الانستجرام وكل حاجه، واتكل على الله انت عشان لسه قدامنا طريق طويل يعني. وخصوصا ان الفيديو ده هيكون مزعج من ناحيه الصياح، لان انا جاي اعمل الفيديو ده مخصوص عشان اصيح على سبوتيفاي رابد. ده بجد يعني صدمني وزعلني، فاهم؟ وده لان الموضوع مش بسيط خالص بالنسبه لي. انا واحد اصلا عاشق بشكل هستيري للاحصائيات. انا بجد اكتر حاجه بحبها في حياتي الاحصائيات، مجنون احصائيات. اي حد متابعني عموما ممكن يبقى عارف الحوار ده، ممكن ما يكونش عارف، بس عامه اي حد عارفني شخصيا عارف اني مجنون بالاحصائيات، لدرجه ان انا قبل ما اسمع سبوتيفاي كنت برضو بهتم بحوار ان ايه اكتر التراكات بسمعها. حتى لما كنت بسمع التراكات اللي على التليفون بتاعي بس، يعني حتى ايام ما كنت بنزل الاغاني او ايام ما كانت الاغاني بتتبعت على البلوتوز، كنت بقعد انا اعد مع نفسي او اقيم كده الوضع: ايه اكتر تراك انا سمعته في الفتره دي، وايه اكتر تراك انا سمعته في الفتره دي، وايه اكتر تراك بسمعه يعني اكتر من باقي التراكات، فاهم؟ فانا مهتم قوي بالحوار ده من زمان جدا. وحتى قبل ما اسمع على سبوتيفاي، لان زي ما بقول لك دي اول سنه تقريبا اسمع على سبوتيفاي. كان عندي طبعا سبوتيفاي بس ما كنتش بحب اسمع عليه. ففي السنين اللي فاتت مثلا كنت بسمع على ساوند كلاود، رغم ان تراكات كتير مش عليه، بس كنت بحب اسمع على الساوند. والساوند برضو كان سارق الحوار ده من سبوتيفاي، فكان بيعمل اللي هو ساوند بلاي باك ده، فكان بيجي اخر السنه يقول لي ايه اكتر حاجات سمعتها. فبقالي سنتين مركز مع الساوند بلاي باك، سنتين اللي هم السنتين اللي قبل سبوتيفاي، فيعني خلينا نقول 3 سنين مركز مع الساوند بلاي باك. وبحاول الصراحه ان انا افصله على مزاجي، لان انا كواحد مهتم بالاحصائيات ما بحبش ان الاحصائيات تيجي غلط، ما بحبش ان الاحصائيات تبقى عكس ما انا عايز، وفي نفس الوقت ما بحبش التلاعب بالنتائج. يعني اكيد انا مش هبقى مجنون وقاعد بسمع حاجه عشان بس عايزها هي تبقى مركز اول، لا. بس في حاجات بحبها فبحب اسمعها كتير، واحب ان حبي ليها ده يترجم في ان هي تكون رقم واحد. بص من ورا الستارة على الناس اللي ماشية تحت بيسجدوا الأصنام شبعوا. فمثلا من اكتر الحاجات اللي سمعتها في 2017، ودي مش موجوده في اي موقع يعني، دي انا اللي عاملها مع نفسي، هي الحاجات اللي انا اعمل لها لايك على الساوند في 2017. لان وقتها ما كنتش اصلا بعمل لايك لاي حاجه، كنت فاهم متكبر ان انا اعمل لايك لاي تراك، فبعمل لايك للحاجات اللي انا شايف انها جامده قوي وانا بسمعها كتير، فاهم؟ دي مكافاه ان انت عجبتني وبسمعك كتير، فاللايك نفسه دليل على ان انا سمعت التراكات دي كتير. بس قبل ما نتكلم عن 2017 خلينا نرجع على 2016. انا نسيت 2016. كأني بغني لأول مرة عشان من اكتر الحاجات اللي سمعتها في 2016 كان ولعنا الفحمه يوسف جوكر، والحب في عنق الزجاجه للجوكر، تقريبا ما كنتش بسمع حد غير لو اسمه الجوكر، والكابت للجوكر، وكان في برضه المشنقه
يوسف جوكر 4 تراكات من التوب 5 للجوكر. ومش فاكر قوي الصراحه يعني مين ممكن يكون كان الخامس، بس دول 4 انا متاكد انهم في التوب 4 معمول لهم لايك، وانا فاكر قوي ان انا كنت بسمعهم بشكل جنوني. الخامس غالبا حاجه لمحمد اسامه، يعني في كذا تراك معمول له لايك لمحمد اسامه، بس انا مش فاكر التراكات دي فمش منطقي اكون بسمعها كتير، بس بسبب ان هم كتير فغالبا حاجه منهم، فغالبا هي حاجه لمحمد اسامه، هي حاجه برضو ليوسف جوكر او الجوكر احمد ناصر. ممكن يكون هامش الصمت مثلا، هامش الصمت انا سمعته برضو يعني بطريقه مش طبيعيه. فده بالنسبه ل 2016. 2017 بقى الموضوع بدا يوضح شويه، لان بقيت بسمع اكتر على الساوند. فكره ان انا كل سنه بسمع اونلاين اكتر من اوفلاين اكتر من السنه اللي قبلها. كل ده غير الاوفلاين. الاوفلاين ما اقدرش افتكر كان ايه اكتر حاجه بسمعها، بس يعني هي كانت حاجات كلها انا منزلها ومعظمها سعوديه. يعني من اول 2017 انا بقيت بسمع راب سعودي بشكل يمكن اكتر من الراب المصري، فعلا اكتر من الراب المصري مش يمكن. ف 2017 بالذات بقى كان بدايه اشتعال البيف في السعودي الاشهر والاقوى على الاطلاق. فبجد الديس كان بينزل من هنا خلاص، يعني هو هيحتل البلاي ليست بتاعت الفتره. فنقدر نقول ان ممكن مثلا اكتر تراك سعودي او ديس سعودي سمعته قبل نزول صايمه كان مخزون اوزان. مخزون اوزان يا جدعان انا كنت مصدع اي حد يعرفني بيه من كتر ما كنت بسمعه وبحبه وبغنيه وبشغله 24 ساعه في ال 24 ساعه. بعد ما نزل صايمه لا بقيت في ليفل اعلى بكتير، فبقيت حابب صايمه. وبعدين صايمه انا بعشق حاله الملل اللي هو فيها، اتكلمت عنه يعني في التراكات السعوديه اللي اتكلمت عنها في فيديو الراب السعودي او بيه في السعوديه، فمش هتكلم عنه تاني. بس بجد الفيديو ده او الديس ده ادمان. هو فعلا الفيديو، لان انا مش بس بحب اسمع التراك، انا بحب اشوف الفيديو عامه، الجو بتاعه رهيب. فده بالنسبه لاكتر حاجه انا سمعتها فعليا في الفتره دي. لكن اكتر حاجه خلينا نتكلم بقى كراب مصري، هرجع بقى للبلاي باك بتاعتي على سبوتيفاي، واللي برضو مش صح 100% لكنها بنسبه كبيره او فيها تراكات كتير فعلا موجوده في التوب 5 في السنه دي. طبعا ارض المعارصه اللي هو نزل في 2016 بس في شهر 12، فده كان اكتر حاجه سمعتها في 2017. ده وش ده مش محتاج ان انا ارجع لحاجه تانية. في برضو اكيد ديسات بيف دراجون هيل، وبالذات دراجون هيل اكتر حاجه تقريبا سمعتها. في برضو كارت احمر، مش فاكر الصراحه كارت احمر انا سمعته في الفتره دي كتير ولا في 2018، لان 2018 كان في حاله برضو فاهم جفاف او حاله عطش للدسات، ما كانش في دسات في 2018، فده خلاني اسمع دسات اكتر من 2017 فاهم. كان وحشني الدسات فرجعت اسمع القديم، فبقيت بسمع الدسات اللي نزلت السنه اللي قبلها اكتر من السنه اللي هي نزلت فيها اصلا. فخلينا نتكلم عموما عن باقي الحاجات اللي سمعتها في 2017. في البلاي باك اللي على الساوند جايب لي ولعنا الفحمه، برضه هو مصمم ان انا سمعت ولعنا الفحمه كتير. ده المركز الثاني بعد ارض المعاصره. في حاجه في المركز الثاني فعليا بس مش راب، مش مهم ان انا اعرفكم ايه. وفي الكابتن الجوكر، بس انا واثق ان انا السنه دي من اكتر او من اقل السنين اللي سمعت فيها الجوكر مقارنه بالسنين اللي قبلها. يعني لو اتكلمنا عن 2013 فانا ما كنتش بسمع غير الجوكر تقريبا. في 2014 بسمع الجوكر اكتر من اي حد برضه. في 2015 بسمع الجوكر كتير، مش عايز اقول اكتر من اي حد لان مش فاكر الصراحه هل كان اكتر من اي حد ولا لا. بس 2015 كانت تقريبا اول سنه اسمع فيها كم الرابرز. ده كانت السنه اللي فعلا تحولت فيها من فان للجوكر لفان راب، بس كنت بسمع الجوكر كتير لانه برضه كنت لازلت بحب الجوكر اكتر من اي حد. المهم في 2016 بدات فعلا اكون فان للراب سين، واقعد بقى واتابع الدسات، اتابع البيفات، اشوف مين بيدس مين والكلام ده كله، بس مش فان لحد فيهم. يعني ممكن اكون كنت منحاز شويه ليوسف جوكر رغم ان هو واحد من اعداء الجوكر اصلا انا فان ليه، بس يعني منحاز له لانه فعلا كنت شايف ان هو اقوى حد موجود في الساحه وقتها. فده بالنسبه اصلا للراب سين المصري. لكن حتى الراب السعودي بدات اتابع، فانت فاهم بدات تحس يا بوي ايه يا عم الراب دي فاهم اللي هو انا ما كنتش عايش بجد، مش تقليلا من الجوكر، بس اللي هو انا كنت حارم نفسي من كم ناس جامده كتير قوي ما كنتش بسمعها لان انا كنت فان لواحد بس. وعلى فكره انا كنت لسه بحب الجوكر ومنحاز له جدا لا اراديا اكتر من اراديا اصلا. ففي بيف مثلا زي بيف ابي يوسف والعفريت كنت منحاز لمين؟ ها جس اكيد هتقول بما انك كنت فان للجوكر فانت منحاز للعفريت عشان الجوكر وابي يوسف اعداء. لا طبعا كنت منحاز لابي يوسف. ليه بقى؟ ما كنتش اعرف ان هو صاحب الجوكر اساسا، بس كنت منحاز له لان كان دوشه صاحب الجوكر وكان دوشه في نفس الوقت صاحب ابي يوسف. كان حصل اصلا الخلاف ما بين الجوكر ودوشه وبقى هو ودوشه اعداء، بس كنت لسه شايف ان دول جبهه واحده. يعني حتى لو اتخانقوا او حصل بينهم بيف او ايا كان هم لازالوا في نفس الصف يعني فاهم. فانا مش هقف مع حد غريب
انا مع ابي يوسف اللي هو ايه، صاحب دوشه، اللي هو صاحب الجوكر اللي انا بحبه. ده انحياز لا ارادي من جنبي، لان انا حابب دوشه لان عارفه فاهم، لكن ما اعرفش مين العفريت فاهم. ابي يوسف صاحب دوشه وسمعت له كام تراك فهو ماشي. العفريت بقى لا، ولا بسمعه ولا صاحب حد انا اعرفه فاهم. فده انحياز لا ارادي كده كان عندي وقتها. دلوقتي انا بحب فعلا نفس الجنب ده، لان فعلا كان ابي يوسف اقوى. عايز افهمك ان انت احيانا بتكون مش مدرك للي انت منحاز له، تحس ان هو جامد بس هو ما بيكونش جامد. الدليل على كده بيف سانتا وعفروتو. ناس بعتت لي وقالوا لي ان هم عاجبهم ديس عفروتو، والفكره مش ان ديس عفروتو جامد او انها اراء وبتاع، لا يا جدعان، الفكره ان الناس دي كانوا فانز للجوكر، والجوكر محسوب على الصف العكس المكسيك عموما، عفروتو صاحب الجوكر، فلا اراديا هم انحازوا لعفروتو، رغم ان يا جدعان سانتا اللعمه شايف ان هو كسبان، بس ده انحياز لا ارادي. اكتر حد ممكن تشوف عنده القصه دي او الحوار بتاع الانحياز اللا ارادي ده السعوديه حرفيا بيشوفوا مين صاحب مين وبيقفوا معاه بجد. من اكتر جماهير، مش كل طبعا السعوديين اكيد يعني، اقصد كتير من فانز الراب السعودي هم فانز كلاش، وكتير من فانز كلاش بيشوفوا مين بيحب كلاش ومين ضده، وبيروحوا بقى اللي ضد كلاش يقفوا ضدهم في اي بيف عامه. يعني الحوار ده انا شفته كتير جدا، بيف دراجون فاير وليريكال. كتير من فانز كلاش كانوا مع دراجون فاير رغم ان هو فعلا اجمد، بس كتير منهم كانوا معاه عشان ضد ليريكال وخلاص. فالتحزيب وحش، وانك تكون فان لحد اوحش. فده اللي انا عملته، ان انا خرجت من عباءة الجوكر او عباءة الفان عموما، وبقيت بسمع كله، بقيت فان للراب نفسه، وبقيت بجد من جوه مش منحاز لحد. اصل انت ممكن تضحك على نفسك وتقول لي يا عم عادي انا بسمع كله على فكره، ولا انا بحب ده اكتر بس انا مش مهتم، يعني مش فان قوي ليه، انا بس بسمعه كتير. بس الحقيقه لا، انت بتكون فان ليه وبتكون بتحبه اكتر من اي حد، فانت لازم فعلا 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 تخرج من عباءة الفان، فعلا ما تبقاش فان لحد، اسمع اللي يعجبك، تسمع اللي شايف ان هو جامد. ممكن تشوف حد ان هو اجمد من الباقيين عادي، ما عنديش مشكله، بس تبقى عارف ان عنده نقط ضعف، عارف انه عنده تراكات وحشه، عارف ان هو بيغلط. بعد 2016 بعد كم البيفات الكتير قوي اللي حصلت في الراب سين المصري، دماغي اتغيرت 180 درجه، واصلا بدات راب، فكان لازم فعلا ان انا ما اكونش فان لاي حد. ف 2017 كانت الدنيا مختلفه شويه عن 2016 وبقى فيها تنوع اكتر. يعني لو تفتكر في 2016 انا لسه قال كل التراكات جوكر وجوكر فاهم، اي نعم دول توب 5 كان في ناس كتير بسمعهم غير الجوكر ويوسف جوكر، بس دول كانوا اكتر حد. لكن 2017 كان في تراكات لابي يوسف كتير، كان في زي ما قلت ارض المعارصه والدسات اللي نزلت في البيفات وقتها. بس اكتر حاجه انا واثق ان انا سمعتها في 2017 هي تراك 2001 وتراك كوابيس وتراك كذب هبه لمروان موسى. دي من اكتر الحاجات اللي سمعتها. يعني انا مش عارف ايه التوب 5 الصراحه فيهم، يعني ما عنديش اي حاجه تدل على التوب 5. كان في ماست بليد عندي على البرنامج اللي بسمع عليه على التليفون اللي انا محملها، بس كنت باخد لها سكرينات وطبعا كلها ضاعت، لكن هي مش تخرج من كل الاسامي اللي انا ذكرتها دي. بالنسبه للالبوم بالمناسبه ففعلا سمعته كتير، بس مش اكتر من السنه اللي بعدها. السنه اللي بعدها هي السنه اللي اكتشفت فيها ان انا فعلا مش قادر اعدي يوم من غير ما اسمع بالمناسبه، وده ينقلنا ل 2018 واللي سمعت فيها بالمناسبه كاكتر من اي ألبوم تاني او تراكات بالمناسبه اكتر من اي تراكات تانية في الدنيا، الى جانب الدسات اللي كانت نزلت في 2017، الى جانب الالبوم الاسطوري بتاع ابي يوسف واحد واحد. سمعت واحد واحد طبعا، سمعت بقى التراكات اللي في الالبوم، وده اللي مجنني فعلا. يعني هل انا سمعت بالمناسبه اكتر من الالبوم ده؟ هل لان انا ما اكتشفتش لسه ان الالبوم ده عظيم؟ لا، كنت مكتشف ان هو عظيم، بس تفضيلي الشخصي الحاجه اللي انا حابه تسمعها اكتر هي البوم بالمناسبه. فبس لكن الساوند كلاود اصلا بيقول لي ان ماليش بلاي باك في السنه دي. يعني انا ما فتحتش الساوند كلاود ولا مره واحده حتى في 2018. انا مستغرب بالحوار ده، لكن فعلا ممكن اكون مسحت الساوند كلاود وما سمعتش عليه اي حاجه، فده اللي مخلي مفيش بلاي باك، او مثلا سمعت حاجات قليله جدا، ومعظم الحاجات اللي كنت بنزلها اصلا على التليفون، فمفيش امل ان انا اعرف ايه اكتر حاجه سمعتها في 2018. توقعي الشخصي اكيد اي تراك من البوم بالمناسبه، وتحديدا اللي نسيته مثلا عشان كده نسيته. ما علينا، الفكره يعني ان انا واثق ان صايمه موجود في التوب 5، اللي نسيته موجود في التوب 5، حاجات نسيتها تانية موجوده في التوب 5 يعني. فده بالنسبه لي 2018. كل ده انا بكارف عشان اوصل ل 2019 السنه اللي انا بدات فيها فعلا ابطل راب، لان كنت بدات افقد الامل في ان انا مش هقول لك اوصل لحاجه. كده كنت بغني راب عشان عندي بارات جامده في دماغي عايز اقولها على المايك مش اكتر، بس فقدت الامل ان انا ينفع اكمل اصلا في حاجه زي دي، لان بجد الموضوع كان مكلف ماديا، وغير كده على الفاضي. انا مش بسعى للشهره فمش هقدر اعوض ده.
وكان بدأ الراب يتشير، فكان ده بيصعب انك تعرف تسجل لان ده كان بيغلي الاستوديوهات والكلام ده. وبعدين الموضوع الصراحه بقى ايه، بقى موضه يعني، فاهم؟ انت لما كنت بتعمل راب في الاول كان معروف انك بتعمل راب عشان عندك حاجه تقولها او انت بتحب ده، لكن دلوقتي الراب في 2019 يعني بقى موضه، فاهم؟ فانت بتعمل راب روشنه او ان انت بتمشي ورا الموجه وخلاص. ففعلا انا سحبت نفسي سواء من غنى الراب او حتى سماع، بقيت متعقد اصلا من التراكات، لان التراكات اللي كانت بتنزل معظمها ما كانتش اولد سكول، وانا شخص عاشق للاولد سكول وبكره اي حاجه مش اولد سكول، او كنت بكره اي حاجه مش اولد سكول يعني. فكانت دماغي مقفوله شويه على الاولد سكول، وكاره قوي للويف اللي حصلت في 2019، وخصوصا ان اللي عملوا الويف ناس انا بحبها. يعني لو بصينا مثلا على اكتر حد كان مشهور وقتها، هتلاقي ويجز ومروان بابلو مش من اكتر الناس اللي بحبهم ولا حاجه، انا بكذب الصراحه. لكن بعدهم يجي مثلا مين؟ ابي يوسف ومروان موسى. ابي يوسف ومروان موسى هم التوب 2 عندي في الراب سين وقتها، او اكتر اتنين انا بحبهم، هم اللي يعملوا الويف دي. لا 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 يا جدعان، انا اسف انتوا نزلتوا من نظري. وقتها ابي يوسف كان عمل مش هقدر حد، وده كان النهايه بالنسبه لي. انا كنت فان لابي يوسف قبل انا مش هقدر حد، بعد انا مش قادر حد انا بقيت ما بحبش ابي يوسف يعني شخصيا، بقيت اكرهه. كنت لازلت طفل يعني، فكان ده تفكيري. وحتى مروان موسى اللي انا كنت بحبه يمكن اكتر من اي حد، كنت شايف ان انا بيج فان لمروان موسى، كنت بدافع عنه قدام فانز ابي يوسف اللي كانوا بيشتموه لان هم شايفينه بيقلد ابي يوسف او نسخه من ابي يوسف، هم ما بيسمعوش، لان اي حد بيسمع مروان موسى بيدرك ان هو اسطوري. بس مروان موسى عمل فيت مع 50 تقريبا، فبرضه ده كان حاجه صادمه بالنسبه لي. كان في 2018 اصلا، ففي 2019 انا خلاص مش هقول لك كنسلت الناس دي، بس بسمع تراكاتها القديمه، بسمع الجامد في الجديد. بس ده ما يمنعش ان السنه دي رغم ان كنت ما بسمعش راب كتير فيها، لكن نزل فيها تراكات اسطوريه اجبرتني ان انا اسمع راب فيها. تقريبا تراكات دينيو نزلت في السنه دي، ديسات دينيو اللي نزلت معظمها كانت في 2019، كوزوشي كان في 2019 تقريبا. يعني مش عايز اهبد قوي التواريخ، بس حتى لو مش في 2019 فانا سمعتها في 2019 كتير يعني. اصلا انا بعمل حاجه كده في دماغي، بفتكر ثالثه ثانوي مثلا اللي هي في 2019، فايه افتكر انا كنت اسمع ايه كتير وقتها. فده بالنسبه للي انا فاكره، لكن بالنسبه للي انا فعلا سمعته كتير على الساوند، المشنا يوسف جوكر برضو، ما مش فاهم هو الساوند علق ولا. انا فعلا كنت بسمع التراكات اللي انا عامل لها لايك من قبل كده كتير على الساوند، فاهم؟ لانها تقريبا كانت بتبقى اوف لاين، فاهم؟ فده اللي مخليني سمعت المشنقه كتير في كل السنين تقريبا. ده غير زازو كفن لمروان موسى واللي نسيته والكذب هيبه و2001. فده بالنسبه للتوب 5 في 2019 على الساوند. لكن انا واثق ان بره الساوند كان في كوزوشي مثلا، وفي تراكات نزلت في 2019 وسمعتها في 2020 اكتر. زي ايه مثلا؟ زي عملتها اجمد. التوب 1 عندي في 2020 و2021، يعني 2020 مش موجود على الساوند برضو تقريبا، كنت ماسح الساوند في 2020 ولا لغوا البلاي باك عشان الكورونا، مش فاهم بصراحه مش موجود ليه. بس يعني البلاي باك بتاعت 2021 التوب 1 فيها عملتها اجمد، وانا واثق ان 2020 ما كانش عملتها اجمد الصراحه. لا مش واثق ان عملتها اجمد، بس هو كان من التوب 5. لكن اللي مشككني ان هو مش التوب 1 مدد يا جدعان، من اول ما نزل وانا بسمعه بشكل يعني ممل بجد، لدرجه ان انا فعلا اخر كام سنه يعني بقيت بسمعه اقل بكتير. بس حتى ديسات حمورابي انا كنت بعشقها يعني. وهديكوا كمان حاجه جامده قوي من البلاي ليست بتاعتي لو انتوا بتحبوا الراب السعودي او ما بتحبوش. هي حاجه مش ديسات، ولكنها من اعظم التراكات اللي نزلت في تاريخ الوطن العربي بالنسبه لي، ومن اكتر التراكات اللي سمعتها. مش هتكون موجوده لان هي انا كنت اسمعها على اليوتيوب او كنت عامل لها داونلود وبسمعها عندي يعني. فهم 3 تراكات. اولهم تراك صفر لشيبوبه، وانا ما بسمعوش كتير بس بحبه. ليه بحبه وما بسمعوش كتير؟ كتراك هو تراك عادي يعني، ما يتسمعش بالشكل الاوفر اللي يتسمع بيه بقى التراكات، لكن هو كان سبب في نزول تراك صفر الراندر. تراك صفر الراندر واحد من اعظم التراكات اللي نزلت في التاريخ يا جدع. التراك ده كنت بحب راندر بسبب صايمة او بحبه بسبب الدسات، فده بقى 1% من سبب حبي ليه. 99% من حبي ليه بسبب صفر. يا جدعان انا ناوي اعمل فيديو صفر، بس بجد مش عارف اعمل فيديو من كتر ما التراك اعظم بكتير من ان انا اتكلم عنه واقول رايي او اقيمه. ده بالنسبه لي من التوب 5 في الحياه عموما، من اول البيت اللي انا بعشقه بجد بمعنى الكلمه، للاداء بتاع راندر اللي بالنبره الهاديه بتاعته بيوديك في مش عايز اقول في حته تانية يعني، بحس الكلمه دي غلط عامه. بس اعظم حاجه في التراك الليركس. عايز اقول لك ان في البيف دي وخصوصا وقتها انا كنت تفكيريا عكس راندر خالص. يعني راندر وشيبوبه بيتخانقوا على حته ان شيبوبه عايز الراب يفضل اندر جراوند
وراندر عايز الراب ما يبقاش اندر جراوند. راندر باع نفسه لشركات الانتاج حرفيا. فتخيل انا واقف مع مين في البيف دي. فكريا تفكيري مايل قوي لمين؟ لشيبوبه. بس يا جدع بتلذذ وببص بسمع التراك ده بنطرب بشكل مش طبيعي. فلا انا مش متفق معاك، بس مش قادر ما اسمعش التراك من العظمه. حاليا بقى لا، انا هعمل فيديو اناقش فيه الفكره دي، لان برضه بعد تفكيره اتغير، بس لازال عنده تحفظات شويه على اللي راندر هيقوله، رغم ان كلامه صح نسبيا. انت لازم حلقه كامله عن صفر وعن الافكار اللي هو بيناقشها والكلام ده، لان ده بيبروز الحرب اللي ما بين راب شركات الانتاج والراب الحر، بعيدا عن ان التراك في توجه عكس اللي انا عايزه خالص. لكن يا جدع بعشق كلماته وبعشق التراك عموما. انا اتأثرت قوي، وبجد التراك ده خلاني ابدا افكر تاني في القصه دي كلها، واقول ما هو مش طبيعي برضه حد هيجيله فرصه ان هو يتشير ويقول لا اصلا انا عايز الراب يبقى اندر جراوند، لا اصلا انا عايز الراب يبقى حقيقي، اصلا انا عايز الراب يبقى، انت فاهم؟ وخصوصا لو حد بالظروف اللي انا بيحكي عنها دي فاهم حاجه. غالبا مش فاهم، لان غالبا ما سمعش التراك، بس يعني دي قصه تانية هتكلم فيها في فيديو تاني. فعامه انا سمعت صفر بشكل خرافي وجنوني من 2020 لغايه دلوقتي. ما اعرفش التراكات دي نزلت امتى اصلا، والله ما فاكر. سبق قلت لك مش هقدر حد دماغي قافله. السنه دي رجعت اسمع راب كتير، فرجعت للقديم. وهنا انا حابب اعرفك حاجه، ان انا كل ده بفتكر كده فاهم، من غير ما اكون متاكد انا بقول ايه. عشان اتاكد لازم ارجع فعلا للتراكات الموجوده عندي، واقعد افلتر كده ايه اللي كنت بسمعه وايه اللي ما بسمعوش. وده اللي مكسلني ان انا اعمل فيديو البلاي ليست عموما، او ان انا اصلا اخش على البلاي ليست بتاعتي واشوف ايه اللي كان نازل كل سنه فاهم. فمش هعمل كده. يعني مثلا انا ما قلتش ولا اسم اي تراك لسانتا، رغم ان في على الاقل تراكين واثق انه كنت بسمعهم كتير، بس حاسس ان هم فاهم حاجات كده ما ينفعش ان انا اشاركها مع اي حد. لازم ناس معينه تكون تستحق انها تسمع التراكات دي. وهديك هنت مثلا مراجيح، يعني مراجيح ده تراك ما ينفعش كان يعني اي حد يسمعه يعني. عشان كده مش عايز اعمل البلاي ليست بتاعتي بجد. بحس ان في تراكات هي مكافأة للناس اللي بتجتهد وبتدور على التراكات القديمة. توتال وفرو يا جدعان، توتال وفرو دول ثابتين ثوابت كده عندي في أي سنة عموما، بسمعهم كل سنة قد السنة اللي قبلها عادي جدا. بس مفيش سنة ما بسمعهمش، مفيش سنة ما بسمعهمش مثلا 100 مرة في السنة. فبرضه مش عايز احرق الحاجات دي بأمانة، لأن دي موجودة في البلاي ليست. فأنا بتكلم عن حاجات كده نبذة زي ما قلت عن اللي أنا بسمعه. وعايز أقول لك إن دي عموما مش أكتر أغاني أو مش أكتر حاجات أنا بسمعها، في حاجات مش راب بس يعني معظمها بتكون راب أو فيروز يعني. فخلينا في المهم. في 2021 كان أكتر تراك سمعته هو تراك عملتها أجمد. والمركز التاني كراب بقى، سيبك بقى من كل الحاجات اللي هي مش راب، موجود وأنا كمان برضه أبو يوسف، موجود الكذب هيبة، موجود لولو الملتهب، والواحد بار، وزازو كفن، وكواليس الجزء الثاني، مروان موسى واللي نسيته في 2001. فدي حاجات معينه كنت بسمعها على الساوند، لكن اكيد كان في حاجات بسمعها بره الساوند. واللي كان من ضمنهم طبعا برضو مدد، لسه بسمع مدد، ولو ام سي او. ورغم ان دي السنه اللي حصل فيها البيف ما بين مروان موسى وابو يوسف، لكن ما فيش اي حاجه من البيف كملت معايا في البلاي ليست، خصوصا في السنه دي. بعد كده في حاجات من البيف دخلت البلاي ليست، هقول لك ايه هي في السنه اللي بعدها. لكن فعلا التراكات دي انا كنت بحللها وكنت شايف انها جامده وسمعتها وقتها وبتاع، لكن حسيت ان يعني لازال القديم اجمد بكتير، فمش هشيل حاجه من القديم عشانها. اصل انت لما بتحط تراك في البلاي ليست ده بياخد من وقت الاغاني التانية فاهم. فقعدت فتره اصلا انا لازلت بعمل فيديوهات وانا مش حابب قوي التراكات اللي بتنزل، حتى التراكات الجامده قوي وقوي جدا فنيا زي كي او، تراك ايقوني حرفيا، لكن ما كنتش حابب اسمعه كتير بامانه. حاليا مؤخرا بقيت بسمعه كتير. يعني السنه دي من اكتر السنين اللي سمعت فيها كي او، يمكن اكتر من السنه اللي نزل فيها، لان انت كل سنه بتبقى اوحش من اللي قبلها، فانت القديم بيبقى اجمد، لان فاهم الراب بيموت حرفيا. فعامه ده بالنسبه ل 2021. 2022 حصل حاجه خلت الراب يتراجع قوي بقى فاهم بالنسبه لي. بص انا في حياتي كلها كنت بسمع راب وفيروز فقط لا غير، حرفيا مش ببالغ لو قلت لك ان انا عمري في حياتي ما سمعت لاي فنان في الدنيا مش بيغني راب غير فيروز. ممكن مثلا حمزه نمره الصراحه، لكن اي حد غير كده مستحيل اخش اعمل سيرش واكتب اسمه واسمع تراكات بتاعته الا لو هو بيغني راب او فيروز. حتى حمزه نمره كان زمان قوي، لكن بعد مثلا 2013 ما بسمعش حمزه نمره. فده كان مخلي الراب ياخد جزء كبير جدا من يومي فاهم. يعني حرفيا مثلا 3/4 اليوم راب وربع اليوم فيروز، او نص اليوم فيروز ونص اليوم راب، او 3/4 اليوم فيروز وربع اليوم راب فاهم. فنسبه الراب كانت كبيره جدا، فده مخليني بسمع تراكات كتير قوي
وبسمعها لفترات طويله، فاهم؟ يعني مثلا بسمع مدد 10 مرات في اليوم، واسمع وانا كمان 5 مرات، فاهم؟ ولسه في وقت اسمع حاجات تانية. بس في 2022 بسبب اليوتيوب اللي خلاني اسمع تراكات كتير من نوعيات انا ما بحبهاش، الوان انا عمري ما كنت اسمعها الا لو مضطر اتكلم عنها على اليوتيوب، ده خلاني افكر طب ما اسمع الالوان دي عموما بقى، فاهم؟ يعني انا خلاص الفيديو اجبرني ان انا اسمع حد انا مش عايز اسمعه بدون ذكر اسامي، ناس زي بابلو ويجز. بامانه انا ما بحبش اسمع لا بابلو ولا ويجز. ممكن اسمع سندباد لمروان بابلو، بعشقه الصراحه مش هكذب، لكن مثلا تراكات تانية كتير ما بحبهاش. بس لو نزل اي حاجه انا بضطر اتكلم، ده مش مين ستريم، ده الستريم شخصيا فاهم؟ فمش منطقي ان بابلو ينزل تراك وما اتكلمش عنه. وفي نفس الوقت تراك زي رقم واحد مش انت للجوكر عمري ما اسمعه بعد ما نزل، خلاص هو المره اللي نزل فيها سمعته مش هسمعه تاني، عمري ما اخش بنفسي اسمع رقم واحد ده مش انت، فاهم؟ تراك وحش قوي بجد. فبس انا ما بسمعش الحاجات دي بامانه، لكن بضطر اتكلم عنها، فده خلاني اكتشف حاجات جامده كتير. يعني مثلا اول ما عرفت ويزي انا ما بحبش اسمع ويزي او ما بحبش اسمع اللون ده عموما اساسا، بس الفيديوهات خلتني اسمعه، خلتني ابقى مضطر ان انا اعرف كل الناس دي واسمع معظم تراكاتها وبتاع، وكمان ابقى مرن مع ان انا اتقبلها. فده خلاني اكتشف ان فعلا فيها حاجات رايقه قوي، حاجات انت في وقت معين وفي مود معين بتبقى حابب تسمعها. مش كل الناس، ها ما تزيدش مش عشان حبينا تراك او اتنين يبقى نسمع الناس كلها، او مش عشان حبينا تراك او اتنين يبقى هنقول ان الباقي كله جامد. لا، في حاجات بتبقى فلتة كده، فاهم؟ اللي حصل ده مش بس خلاني احب تراكات لناس انا عمري ما كنت بسمعها او تراكات انا عمري ما كنت اتخيل ان انا احبها، ده خلاني اغير طريقه تفكيري كلها، اللي هو انا ليه اصلا حاصر نفسي في حته معينه. فده خلاني فعلا بقيت مرن اكتر، وبقيت بحب حاجات كتير انا ما كنتش اتخيل ان انا احبها، وده اثر عليا في كل انواع الاغاني اللي بسمعها. فقعدت اقول هو انا ليه بسمع فيروز بس؟ في نفس السنه دي اكتشفت اخت فيروز واللي بجد حبت لها اغاني كتير، وبعدها بقى اكتشفت ناس تانية كتير، فبقت فعلا خلاص اللي هو انا هسمع الناس كلها، خلاص قشطه عادي ما عنديش مشكله. مش الناس كلها حرفيا بقى برضه مش هزيد، لكن هسمع اكتر من حد عموما مش بس فيروز. كان في تقريبا 5 اسامي بقى تسمعهم في السنه دي، بس كنت عامل قانون كده لنفسي، اغنيه واحده لكل واحد فيهم، مش هزود عن كده. عارف ان الفيديو ده بتبين قد ايه انا مريض نفسي، لكن بجد والله ده حصل. وبحلول تقريبا نص السنه دي بدات فعلا احاول لحد تاني تقريبا، وبدات اتعرف على نوع اغاني انا كنت مستحيل اسمعه زمان، لكن بقيت بحب اسمعه في الفتره دي. ومش بقول كل ده عشان اعمل غموض ولا تشويق واثاره والكلام ده، بس عشان اعرفك ان من هنا يبدا فصل تاني خالص من القصه دي، واللي هيبقى فيه الراب مجرد تقريبا 25% من يومي بحد اقصى، فاهم؟ مستحيل راب يعدي 25% دي، ده لان النوع ده هياخد تقريبا ال 50% الباقيين ويسيب لفيروز 25% هي كمان. ده على الاقل في 2022 و2023 الساوند حرفيا هيتحول كله للنوع الجديد ده او للفنان الجديد ده، فاهم؟ او خلينا نقول فنانه، لان انا ما بسمعش رجاله مش عارف، حسيت الجمله فيها حاجه غلط، بس ما بحبش اسمع يعني مغنيين رجاله. ف 2022 حرفيا مش هقول لك التوب 10 ولا التوب 15، التوب 16 يا سلام. حرفيا عشان تلاقي تراك راب هتلاقيه في المركز ال 16، ومش راب قوي كمان، هو يا سلام، فاهم؟ وبعدها بتلاقي 5 6 7 8 9 10 تراكات مش راب عشان توصل لتراك الراب اللي بعده، اللي هو ولعنا الفحمه ليوسف جوكر، اللي بجد انا مش فاهم ايه علاقه الساوند بولعنا الفحمه. يعني مش منطقي ان انا بسمع ولعنا الفحمه اكتر من اي تراك ليوسف جوكر، والله انا متاكد بسمع المشنقه اكتر بكتير يا جدعان. ده لوحدي بار اللي انا ما بحبوش بسمعه اكتر من ولعنا الفحمه، الموضوع مش طبيعي. ولعنا الفحم رمينا اللحمه شوينا طلعت، والله بحافظه اهو، ده دليل ان انا ما بسمعوش كتير مش فاهم الصراحه. بعد ولعنا الفحم عادي بقى هتلاقي الجزء التاني مروان موسى، وبرده كان بقى اغاني مش راب وحاجات بقى تانية. فما علينا، السنه دي بجد كان اللي بيسمع فيها انسان مختلف تماما عن السنه اللي قبلها والسنين اللي قبلها عموما، لكن الثابت الوحيد في وسط كل السنين دي كان الراب السعودي، اللي بجد عمره ما خرج من اي سنة أو من أي توب ليست طول السنين. ومش كل تراكات الراب السعودية يعني أكيد، بس بتكلم عن تراك زي صفر، تراك زي السنة نسيت اسمه، تراك كال شيبوبة بسمعه كتير، اسمه خلي يشوف نصيبه. يعني مش منطقي إن أنا أحفظ خلي يشوف نصيبه، بس يعني أنا حافظ تراك زي اسمي، هو تراك على لحن حزين على رأي شيبوبة، جيب أشباه الرابرز خلينا نشبههم على لحن حزين. فما علينا، نروح ل 2023 والموضوع بقى فيها مش مجرد 50% للنوع الجديد و25 فيروز و25 راب، لا لا خالص،
بقى 70% النوع الجديد و20 فيروز و10 راب مثلا، فاهم؟ ده عايز ابين لك قد ايه ان الراب كان بدأ يختفي فعلا في حياتي الفتره دي، وكان مقتصر فقط على الفيديوهات اللي بعملها، وبرده كام تراك تانيين كده بسمعهم على طول. فالبلاي باك عندي في 2023 على الساوند كان في المركز الاول جيب اشباه الرابرز انحرهم على لحن حزين الشيء مكي مش راب، والتاني مش راب، والتالت مش راب، والرابع مش راب، وصولا بقى للمركز مثلا ال20 عشان تلاقي تراك راب واحد. وكان ايه بقى؟ كان ريسك لديزي. يا جدعان بجد الموضوع ده غريب، يعني انا اصلا شخص بعشق الاولد سكول، فانك تلاقي اكتر تراكات بسمعها مش اولد سكول، ده حاجه غريبه، فاهم؟ بس ده كان في 2022 وفي 23. برضه الواحد بيبقى بيمر بحاجات في حياته عموما مخليه في مود ان هو يسمع التراكات دي اكتر. بعد ديزي بتلاقي على طول يا سلام، وبعدها بقى فالنتينو برضه مع ديزي. بس ده صراحه على الساوند، انا كنت بسمع برضه حاجات اوف لاين كتير، معظمها راب سعودي ومدد، وكام تراك بقى من الجديد. اوقات كان بيبقى عندي نوستالجيا كده لحاجات قديمه زي كوزوشي، زي عملتها اجمد، زي طبعا فيسا 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 فيسا. يا جدعان انا ما اتكلمتش عنه خالص النهارده، بس هو انا واثق ان هو يعني لو عملت التوب 100، مش عارف توب ايه بصراحه، بس يعني توب مش 10 برضه الصراحه، بس يعني لو توب مثلا 30 هيبقى هو منهم في طول حياتي عموما يعني. وزي ما قلت دي برضه نبذات، لسه في تراكات كتير قوي ما اتكلمتش عنها ومش حابب اتكلم عنها او نسيها او مش فاكر. يعني اصلا سبب من اسباب ان انا مش عايز اعمل البلاي ليست بتاعتي ان انا واثق ان هنسى حاجه، ودي كارثه بالنسبه لي. ان انا مثلا تراك زي فيسا فيسا مثلا ده لو نسيته انا ابقى متضايق قوي بعد ما انزل الفيديو ان انا ما قلتش ان انا بسمع فيسا فيسا مليار مره في اليوم، فاهم؟ او ما حطيتش فيسا فيسا في البلاي ليست بتاعتي، وتلاقي مثلا تراك مهمش محطوط في البلاي ليست، او مش مهمش بس بالنسبه لفيسا فيسا يعني. فعامه يعني بعد تراكات عفروتو وديزي مفيش اي تراكات تاني، وده لان انا كنت خلاص خليت الساوند ده المكان اللي بسمع فيه التراكات اللي هي بتاعت المود المعين ان انا بحب اسمع نوع التراكات ده فيه. فمثلا مش هقعد اسمع تراكات مش راب واسمع معاها اولد سكول، الموضوع مش منطقي. لكن لما بكون بسمع نوع التراكات اللي هي مش راب واسمع معاها تراكين ثلاثه اللي ديزي ولا لعفروتو ولا المروان موسى زي يا سلام مثلا، سهله، فاهم؟ مش هخرج من المود. لكن هل معنى ده ان انا بطلت اسمع راب في السنه دي؟ لا، بسمع راب اكيد لكن اوف لاين، ومش بالكم بتاع زمان، لكن لا كنت لازلت بسمع راب. والوحيد اللي كان بيديله جرعه الراب في السنين دي كان سانتا طبعا، يعني بس الوحيد غير سانتا اللي بيعمل راب بجد. يعني بقول الوحيد وقعد بقول ناس تانية، بس يعني في ناس برضه كانت لسه بتعمل. المهم يعني فنخرج من النقطه دي، نخرج من السنه دي كلها اساسا ونروح ل 2024 واللي خلتني بطل اسمع الساوند، لان بدات اشكك فعلا في الساوند، لان ما كانش منطقي يا جماعه. لان انا فعلا السنه دي كنت بطلت بقى او قللت شويه الصراحه بقى ايه النوع التاني اللي انا مش عايز اقول ايه هو ايه، لان بجد ده لان لو انا بخفي البلاي ليست بتاعتي في الراب، فانا في بره الراب بقى انا بخفيها خالص. الموضوع مستحيل اقول ايه هو الحاجات التانية اللي بسمعها. بس حتى في 2024 انا كترت الفنانين، يعني 2022 و23 كان هي فنانة واحدة اللي بسمعها جنب فيروز والراب، وكم فنان تاني بسمع تراك لكل واحد فيهم. 2024 كم من ناس كتير قوي، يعني فاهم؟ كنت بقول لك الاول بسمع تراك لكل مغني وبتاع، لا بقى خلاص في 5 تراكات مثلا. زودت عدد المحترفين في الدوري بتاع البلاي ليست بتاعت الموضوع ده بجد والله مش بهزر. لازال لغايه دلوقتي ما ينفعش اسمع اكتر من 5 تراكات لنفس الشخص الا لو فيروز يعني او راب، فاهم؟ ده ان مش زيطه هي بقى، مش هنقعد نسمع بقى كل ال20 اغنيه بتوع كل واحد اليوم في ايه اصلا. ما عشت اللي انا عايش وما حتعيش اللي انا عشته، ربك قسم الرزق ما خلك. فالمهم في 2024 كانش في اي تراك راب في البلاي باك بتاع الساوند غير برضو تراك ديزي، ريسك، وفالنتين. معلش انا تهت لأبي يوسف في اول ظهور لأبي يوسف من 2021، لكن زي ما قلت ده كله اوف لاين. فحسيت الصراحه ان انا برضو يعني مش عارف احدد ايه اكتر تراك راب انا بسمعه، فاهم؟ الراب بره القصه دي تراكات بسمعها زي ما قلت في مود معين، لكن التراكات اللي هي راب بجد او التراكات اولد سكول اللي انا بسمعها فعلا لكن اقل من السنين اللي قبلها، لكن لازلت بسمعها وبسمعها برضو. يعني انت بتتكلم في 10 ل 25% من عدد التراكات اللي بسمعها هي راب واولد سكول. ففين بقى التراكات دي او ايه اكتر حاجه بسمعها؟ مش فاكر. بقت فعلا الحاجات اللي باخدها سكرين ما لقاهاش، او طبيعي يعني مش هلاقيها، وانا اكيد بدات انسى. تتكلم في 2017 مثلا، كانت من 7 سنين، فمنطقي ان انا هنسى. قلت لا، عشان الحاجات دي ما تضيعش انا هبدا بقى اسمع على سبوتيفاي. وبصراحه نتائج سبوتيفاي زي ما قلت في اول الفيديو
خلتني اصيح كم صياح مش طبيعي. والفيديو لسه هيبدأ بقى هنا، لسه بقى الكلام على اكتر حاجة بسمعها هتبدأ هنا. واحدة من اكتر الحاجات اللي انا جاي اصيح عليها هي مسح التراكات. يا جدعان يعني ايه اقعد اسمع تراك 100 مرة و200 مرة في اليوم واجي بعد كده الاقيه اتشال؟ طب ما انا هاجي في اخر السنة مش هلاقيه في التوب 5 تراكس ولا في البلاي ليست عموما بيبقى فيها اكتر تراكات سمعتها. طب رغم اني سمعته كتير قوي، ده مش تلاعب بالنتائج. يعني انا ممكن دلوقتي اقعد اشغل تراك كتير واسيب التليفون اصلا وما اسمعوش، فاهم؟ اسيبه شغال واروح اعمل اي حاجه بقى عشان بس يقعد يعد. لكن انا مش هعمل كده. ليه مش هعمل كده؟ يعني انا عبط ده يعني هو انه يكون عندي في التوب فايف انه اخد جايزه يعني؟ لا، انا عايز النتائج تكون حقيقيه وواقعيه، ما عنديش مشكله. لكن احلى اغاني الفيروز مش موجوده اصلا، كانت موجوده واتمسحت. احلى اغنيه بالنسبه لي قصه صغيره كتير. يعني ايه تمسحوا قصه صغيره كتير يا جدعان؟ دي صغيره كتير يعني مش تاخد انا حظي وحش قوي في الحوار ده. انا ممسوح لي 5 من اعظم التراكات اللي بسمعها، 2 لفيروز. وغير فيروز بقى سوبي ات. سوبي ات يا جدعان ده انا سمعته 3 تريليون مره السنه دي على سبوتيفاي، وبعد كده اجي في الاخر الاقيه مش في التوب 5 تراكس. ليه؟ لانه اتمسح. والنسخه اللي نزلت كانت نسخه غير النسخه اللي أنا كنت بسمعها من اول السنه. فتخيلوا يا جدعان سوبي ات اللي انا بجد بسمعه تقريبا بتاع 20 مره في اليوم، يعني تقريبا في اول 3 ايام نزل فيهم انا سمعت التراك فوق 50 مره. انا متاكد من ده. جاي لي في يوتيوب سونجز 2015 2015 في 25 ان انا سامعه 52 مره. 52 مره ايه يا جدعان؟ انتوا مجانين انتوا. يعني طب يعني حاولوا تشوفوا حل تعدوا القديم على الجديد. مش فاهم والله. تعملوا التراكات اللي بنفس الاسم تحطوها بنفس يعني والله العظيم ما فاهم اقول ايه. طيب يعني حاجه غريبه يا جدع. الفكره ان التوب 5 تراكس ما فيهمش اي تراك راب كده كده خلاص. دي 3 سنة على التوالي فانا اتعودت. واول تراك موجود في المركز الثامن وهو ايربلين مود. وده طبعا لان تراك سوبيت ما اتحسبلوش الفيوز مش اسمها ايه، مش عارف. واصلا انا بشكك في ايربلين مود. انا كنت بسمعه كتير كنت بسمعه مع التراكات اللي هي موجوده في التوب 5 لان هو نفس المود بتاعهم. لكن ده مش مبرر. وموجود بعدين في المركز العاشر ريسك. يعني يا جدعان انا ما بسمعش ريسك للدرجه دي. انا فاهم ريسك ليه اوقات معينه. الاوقات دي بتتكرر تقريبا كتير قوي. اوقات ببقى بعمل حاجه فعايز اشغل حاجه جنبها، فالحاجه اللي بشغلها جنبها بتبقى بلاي ليست معينه فيها ريسك. ما فيهاش ريسك اللي هو خطر يعني لا، يعني فيها ريسك اللي هو تراك يعني. انا بقيت وحش قوي بجد في الافات. لكن عامه بعد ريسك في المركز ال11 متهمش. حاجه عامه حابب اقولها ان انا كنت دايما متردد هل اقول البلاي ليست بتاعتي ولا لا. لكن السنه دي هي السنه الوحيده اللي انا ما كانش عندي اي تردد ان أنا اقول فيها البلاي ليست او اكتر تراكات سمعتها في 2025. وده لان التراكات دي يعني مبدئيا كل الناس بتسمعها فهي مش مميزه. فمش هبقى مثلا عندي الغيره او حب الامتلاك للتراكات دي. لا هي عادي كل الناس بتسمعها. ده اولا. ثانيا لانها مضلله. التراكات دي ما بتدلش على شخصيتي عامه. فالتراكات اللي انا بسمعها فعلا ما بحبش اقول عنها عشان ما تخليش الناس تحكم عليا بطريقه معينه او مثلا تستنتج حاجه معينه او تحس ان انا منحاز لحد معين. لكن دي بجد مش بتاعتي. انا بحس ان هو في حد خد الاكونت بتاع سبوتيفاي وسمع الحاجات دي فعادي يعني قشطه. لو انت مستغرب من ان انا بسمع التراكات دي فانا مستغرب اكتر منك. انا اصلا معظم التراكات دي فاكر اني سمعتها مره او اتنين، لكن الاقي مكتوب ان انا سمعتها 83 مره. ايه يا جدعان ده؟ ويجي بعدهم بقى في المركز ال 13 ولا 14 ما اعرفش بقى مفيش اعداد بالليل لابي يوسف. يعني مش هنهزر بقى يا جدعان. هو انا في فتره كده اللي هو اول ما نزلت الساوند كان عندي بتاع 10 20 اغنيه. كان من ضمنهم ايربلين مود ومن ضمنهم ريسك ومن ضمنهم بالليل. مش من ضمنهم بتهمش بقى. انا بتهمش انا بسمعه كتير فعلا مش هنكر. بتهمش ده يا جدعان يا جدعان بيقطعني من جوه. فانا انا اللي بسمع متهم دي عادي انا معترف بيها. لكن ريسك وايربلين مود وبالليل والله العظيم ما بسمعه. بشوف بحلف بالعظيم ما بسمعه. بس كنت بسمعهم في الفتره اللي كنت لسه منزل فيها سبوتيفاي في الاول فايه ما كنتش عامل لايك او ما كنتش حاطط تراكات كتير في البلاي ليست، فاهم؟ فاللي هو بشغل على سبوتيفاي بقى في اي حاجه بتشتغل هم التراكات دي. اصلا كنت عامل سبوتيفاي للمود المعين اللي انا بقول لك عليه ده بقى، فاهم؟ لو عايز اسمع راب بسمع في التراكات الاوفلاين اللي عندي عادي. ده كان في اول السنه فده فرق جدا في الترتيب في الاخر. بس يعني لازال سوبي ات كان ممكن يتصدر رغم كل الزيطه دي لكن اتمسح. بس موجود كاكا 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 لشاب
انا عمري ما سمعت شهاب، وعمري ما سمعت اي تراك لشهاب بمزاجي، يعني عمري ما دخلت عملت سيرش على تراك لشهاب الا لو لفيديو يوتيوب، لكن ان انا اخش اسمع تراك لشهاب بنفسي فده حرفيا ده اول مره تحصل السنه دي بسبب التراك ده اللي هو بجد اسطوري يعني. فكك بقى من كل ده، انزل بقى بتاع 50 تراك لتحت في لايك ذات يعني مين بيغني لايك ذات؟ والله انا ناسي هو كان اه ده عموما من اكتر التراكات اللي سمعتها السنه دي، سمعوا 73 مره. في سيد قشطه لراندر، طبعا ده مش اكتر تراك سمعته لراندر السنه دي لان برضه صفر لازم متصدر، لكن صفر اوفلاين وعلى اليوتيوب بسمعه على اليوتيوب كتير، واوفلاين برضه عندي منزله عادي. لكن سيد قشطه برضه حاجه شبه صفر، يعني حسسني بنفس جو صفر فاهم، فعشان كده انا حبيته اصلا، حسيته النسخه الهاي كوبي من صفر. بعدها في بقى ايه، كارما ابيوسف مروان موسى 69 مره، ميكاسا 67 مره، جراند توتو. وانا عامه كنت بسمع جراند توتو من قبل كده بس يعني لاين برضه، بس زي شاب جديد برضه كنت بسمعه بس اوف لاين. انا قصيص السلطه بتاعتنا سلطه بتجنن من غير سلطه انا بديش اعيش. بعدها ننزل مثلا 20 30 مركز لتحت عشان نلاقي انا كمان 64. ده تراك بلاي ليست، ده تراك بقاله من 2016 ولا 2017 ايا كان، لا مش 17 خالص، هو تقريبا 16، وهو عندي في البلاي ليست ما بيخرجش. فحتى على السبوتيفاي ورغم الزيطه الحاصله والتراكات الكتير قوي ولا زال موجود في المركز ال 64، او قصدي ب 64 مره، يعني يجي بعديه امل 2 64، رغم ان امل 2 ده انا كنت ناسيه بجد وافتكرته في الاخر خالص باخر السنه خالص، بس قدر يعمل ريمونتادا ويكون موجود ب 64 مره. معرفش امتى يعني، في خلال تقريبا شهرين او مش عايز اقول شهر يعني، بس شهرين ثلاثه يعني مش عارف. وبعدها يجي فواتير العتاب، وده التراك الوحيد تقريبا اللي هيبقى موجود في جوائز السنه من كل اللي احنا قلناه ده، عشان لما اجي اقول لك في جوائز السنه ان التراكات دي مش باختيار الشخص تكون مصدق. انا اصلا ما بسمعش اي حاجه من نزل السنه دي الا تراك واحد مظلوم ظلم مش طبيعي في القائمه دي، هقول لك عليه لما يجي دوره. بعد فواتير العتاب في تل ابيب 59 مره. يا جدعان التراك ده عظيم بجد، انا بحب الشاب الجديد للدرجه على فكره، بس تل ابيب هو اعظم تراك بالنسبه لي للشاب جديد. بعدها فيرست بيرسون شوتر 58 مره، يعني انا ما بسمعش دريك ولا بحب دريك، ازاي سمعت 58 مره؟ والله ما اعرف يعني، بس مش دي الحاجه الغريبه الوحيده في البلاي ليست دي. ننزل برضه بتاع 30 40 مركز لتحت عشان نلاقي 100 بار 56 مره. ده تراك بلاي ليست، ده تراك واخد الختم، ده تراك بقاله مقفول. انا بنسى التواريخ ليه، بس بقاله من ساعه ما نزل يعني فوق ال8 سنين وهو ما بيخرجش من البلاي ليست عندي. وده واحد من التراكات السعوديه القليله الموجوده، لانه معظم التراكات السعوديه مش موجوده اصلا على سبوتيفاي، او خصوصا اللي انا بحبها يعني زي صفر، واللي هو تراكات شبابه كلها مش موجوده على سبوتيفاي. يجي بعد 100 بار عبيد ارقام الجزء الاول. ايه عبيد ارقام دي؟ عبيد ارجام، عبيد ارجام واضحين، واضح الذمه وساخدين. بعدهم بتدين، بعدهم ينصر دينك، في اول ستريك لتراكات راب، 4 تراكات راب ورا بعض. بعد كده بقى ايه، بنلاقي اوكي لابي يوسف 52، ده تراك بلاي ليست فعلا، ده واحد من التراكات القليله اللي بحبها من التراكات اللي نزل في 2020. يجي بعده سوبي ات ب 52 مره، حط جنبها صفر بقى 520 مره مثلا، ده مركز اول السنه دي وش. والمركز الثاني هقول لك عليه بس ممكن ما اقولكش عليه، تصدق ممكن اسيبه كده للجوائز السنه، لان هو موجود في جوائز السنه ومظلوم هنا فاهم، فخليه جوائز السنه، لا مش هحرقه. توقعوه في الكومنتات، ولو هو مش هعمل لايك عشان ما يبانش ان هو. يجي بعده 2 ابريل 51 مره، جاسوم السبعه 51 مره، التراك الوحيد موجود عندي سلومو. فرو 50 مره، فرو ده يا جدعان انا بقول لك مفيش سنه عدت من غير ما اسمعه 100 مره، ف50 دي هوكس، 50 دي حاجه ممكن اكون سمعته اوف لاين اكتر من 50 مره يعني. بس انا بطلت اسمع اوف لاين من ساعه ما ركزت على سبوتيفاي عشان الارقام تظبط في اخر السنه، بس يعني الحوار ده حصل بعد مثلا ربع السنه يعني فاهم. ففي 3 شهور ضاعوا مثلا اكيد سمعت فيهم فرو كتير. في برضو امريكا وباكستان وعبيد ارقام من الجزء الثاني، ومعلش انا تهت، كل دول 59 مره 49 مره. في كارما ريد بول سيمفونيك، ده بجد اسطوري، انا متاكد ان سمعت اكتر من كارما العادي، بس تقريبا عملت له لايك متاخر. ما تهزرش 47 مره. كل سنه وانا طيب 45 مره. وعايز اقول ملحوظه على كل سنه وانا طيب، التراك ده من اول ما نزل وانا بسمعه، يعني تقريبا مفيش تراك جديد عمل الستريك اللي التراك ده عمله في عدد الايام اللي انا سمعته فيها. فكون هو 45 مره هنا ده يشككني فعلا في احصائيات سبوتيفاي كلها، لان مش منطقي ده كنت سمعت 45 مره خالص. عامه يجي بعده مش خالصه 45 مره، الويجز وجراند توتو، وبعده مفيش مانع ليجاسي. يمنع الكلام 43 مره، ويمنع الكلام عامة انا حاطه في بلاي ليست بتاع الدسات، فانا نادر لما بفتكر اصلا عندي البلاي ليست دي. وبعدين بحس ان امنع الكلام ومدد
من نوعيه الدسات اللي انا بحب انها توحشني عشان احس بعظمتها اكتر، فاهم؟ دي حاجات بحس انها لا، ما ينفعش اقعد كده احرقها طول اليوم، فاهم؟ 200,000 تراك بلاي ليست بجد بقاله من اول ما نزل من 2018 وهو عندي انا نزلت عنده بوست. كل ما هتيجي سيره 200,000 اقول ان انا نزلت بوست عن 200,000، وانا ما بتكلمش عن الراب على الفيس عموما. في حوار ان انا انزل بوست على الفيس عن 200,000 ده حدث بالنسبه لي. تلك قضية 42 مرة، هو مش راب بس أنا اتكلمت عنه في فيديو فحسيت إني عايز أتكلم عن إن أنا بسمعه كتير. تلك قضية عموما لو كان عندي سبوتيفاي في 2023، رغم إن هو نزل تقريبا في آخر السنة، آخر شهر أو آخر شهرين، بس أنا واثق إن هو كان هيبقى يعني فاهم موجود في مش عايز أقول توب فايف يعني، بس سمعته بشكل جنوني يعني. من الأول 42 مرة لأبي يوسف، ألومك، without me، كان نفسي توتال إيه؟ توتال 40 مرة يعني. كان نفسي اكتر من توتال. هو كان في حاجه غلط، هو غالبا كان نفسي موجود في البلاي ليست عدى معاها يعني في الزيطه، لان توتال بجد توتال انا بعتبره برضو من الجواهر اللي ما ينفعش ان انا اقعد احرقها، رغم ان انا على فكره بسمعه يعني تقريبا طول السنين اللي فاتت كنت بسمعه مثلا كل يوم عادي ما بزهقش منه، بس حاسس ان برضو محتاج افتقد له شويه. دريك 40 مره، يوفوريا 40 مره. فبس اعتقد ان انتوا استنتجتوا انا بصيح على ايه، او انا ايه الحاجه اللي انا عايز اصيح عليها. ان دي مش ارقام حضرتك، يعني حضرتك دي مستحيل تكون البلاي ليست بتاعت التوب تراكس بالنسبه لي في 2025. لا الارقام منطقيه، عدد المرات الاستماع منطقيه. يعني انت نفسك بتقول لي ان انا سمعت عدد دقايق مش عارف كام، فازاي سمعت دول بس؟ مش منطقي، ولا الترتيب منطقي زي ما قلت لك. توتال تقريبا انا بسمعه كل يوم، كان نفسي بسمعه كل فين وفين، وكان نفسي على فكره عظيم. انا ما بتكلمش، انا يعني مش بقلل من تراك، انا بتكلم عن انا عارف نفسي انا بسمع ايه. وكل الحاجات اللي انا حاولت ابررها بان انا اول 3 شهور ما كنتش بسمع على سبوتيفاي راب، وبعد كده خلاص بقيت بسمع راب على سبوتيفاي عشان اظبط الارقام، مش مبرر. وكون ان التراكات اتحذفت مثلا يعني برضه مش مبرر. وترتيبات البلاي ليست عندي برضه ملخبطه الدنيا، ان انا في اغاني بسمعها وبسمع وسطها تراكين 3 راب، برضه مش مبرر، لان انا عارف انا سمعت ايه كتير. في اوقات كتير في اليوم عموما ببقى عايز اكون في مود معين فما اسمعش راب في الاوقات دي، الا لو تراكات معينه زي اللي هي مثلا اير بلاي مود او ريسك او ايا كان. وده لان التراكات دي بتبقى لايقه شويه مع تراكات او اغاني تانية بسمعها مش راب. بس ده ما يمنعش ان فعلا الناس بتتغير، لان شتان الفرق ما بين 2019 او 2000 حتى 21 و2025. شتان الفرق من سنة كان أكتر تراك بسمعه فيها ديس، وسنة أكتر تراك بسمعه فيها هو تراك مش راب أصلا. يعني كان عن إير بلاي مود هو رقم 1 في التراكات اللي تصنف كراب في السبوتيفاي. موضوع صعب يعني، فاهم؟ أنا برضو في تراك نسيته، بس خليه برضو للفيديو بتاع البلاي ليست لو عملته. هو كارت أحمر يعني 2021 بقول لك مدد هو أكتر تراك سمعت، يمكن حتى أكتر من أغاني فيروز. والساوند جايب لي ان اكتر تراك سمعته هو عملتها اجمد. لكن بعد 4 سنين الاقي ايربلين مود وريسك. يا جدعان والله عيب، والله بجد. انا همسح قناه اليوتيوب دي، انا بطل راب، بطل الكلام في الراب عموما. بس ده ياكد لك على حاجه انا بقالي سنين بصيح عليها، وهي ان ارائي في الفيديوهات لا تمت ولا تدل على شخصيتي بصلة، رغم ان فعلا بسمع التراكات اللي بقول عليها جامدة، ورغم ان بحبها فعلا، لكن مش بقول عليها جامدة لان بحبها. فاهم حاجة؟ لو اللي بحبه او بسمعه اكتر هو اللي اقول عليه جامد اكتر، فكنت اقول على تراكات تانية خالص غير اللي انا بختارها. وبيني وبينكم مؤخرا اصلا التراكات الجامدة بقت قليلة يعني، فمعظم الحاجات اللي انا بقول عليها جامدة هي جامدة مقارنة بالموجود يعني. فمشي الدنيا وشوف بقى الفرق ما بين التراكات اللي اتقال اساميها في الفيديو ده وما بين التراكات اللي هيتقال اساميها في جوائز السنه، حاجه تانية خالص يعني، فاهم؟ فبس قول لي انت رايك ايه اجمد تراكات السنه دي. كده كده مش هاخد برايك يعني بجد، ولا هاخد برايي، انا هاخد بالاجمد. بس فعلا يهمني اعرف احصائيا حتى، او ممكن كمان اعمل خانه لاكتر تراك شعبيه السنه دي، رغم اني عارف تكتبوا في الكومنتات. بس يعني برضو اكتبوا عشان اعرف هل انا متوقع صح ولا غلط، او اكتب لي عشان اتاكد انك وصلت لاخر الفيديو، واعمل لايك سبسكرايب وفعل زر الجرس تسمعني على كل المنصات. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.